بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة عندنا تقديمات وتوزيعات العيد من إعادة تدوير البلاستيك، حاجات كده لطيفة وسهلة وسريعة. يلا بينا كده نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول فكرة معايا أنا هستخدم فيها إزازة الحاجة الصغيرة دي. قصيت القاعدة بتاعتها وبعد كده ابتديت إن أنا أجيب قطعة من الفوم، وابتديت إن أنا أقص الدايرة بتاعتها، يعني حددت الأول المقاس بتاع الدايرة وابتديت إن أنا أقصها. هابتدي كده أفتح فيها شكل زي شبه النجمة كده شوية بالطريقة اللي إحنا عاملين بيها دي كده زي ما إحنا شايفين. جبت عندي شريط من الفوم بعرض 2 سنتي وابتديت إن أنا أموجه بالمقص. لو عندك المقص اللي بيقص الأشكال دي تقدري تعملي بيه، ما عندكيش أو مش حابة تعملي كده تقصي شريط عادي من غير ما تقصيه، وتبتدي إن انتي تقفلي بيه الطرف بتاع الإزازة. تمام كده. بعد كده هبتدي كده، طبعا أنا مستخدمة فوم جليتر بس هو مش باين في التصوير، ده جليتر أبيض. بعد كده ابتديت ان انا هثبت بقى القاعدة بتاعتي على قاعدة الازازة على الدايرة اللي احنا قصيناها. هجيب كمان اغلف الغطا بتاعي من فوق ومن تحت كده، يعني اغلفه من الجوانب. عندي شكل هنا او ملامح الدبدوب كلها قصاها برضو من الفوم، وده طبعا الباترون للي حابب يعمله اسكرين. عندي هنا الراس بتاعته وتدويرة وشه، يعني ملامح كلها اللي احنا بنحتاجها في شكل الدبدوب. هابتدي كده أثبت كل حاجة في مكانها. أنا هنا مستخدمة في الفكرة بتاعتي اللون الأبيض واللون الأحمر، يعني بعمل دبدوب بالأبيض. لو احنا حابين نعمله بأي لون تقدروا بالطريقة اللي انتوا عايزينها أو باللون اللي تفضلوه. هو سهل وبسيط وشكله كيوت خالص، وفي نفس الوقت فكرته لذيذة. هيفرح بيها أي حد ياخد إن شاء الله التقديمة دي، كبير وصغير صدقوني. فحبيت ان اعمل معاكم النهارده افكار كده جميله وسهله وبرضه بسيطه، ويعني نحس ان هي هتعملوها في ثواني باذن الله. فيا رب تعجب حضراتكم. لزقت كده كل حاجة وقصين عيون من الفوم وحددت شكله كده بالطريقة دي بالقلم أو بأي حاجة عندي. لو عندي قلم أبيض، عندي مثلا إكلادور أبيض، حددت برضو العين عشان يديني الشكل بتاعه كده زي ما احنا شايفين. عندي برضو أشكال بيضاوية بنفس الشكل كده. هبتدي أقص فيها أجزاء أقل، وعملت نقط بخرامة الفوم وابتديت إن أنا ألزق فيها الأجزاء بتاعتي. عندي هنا جزئين من شريط الستان، جزء بمقاس 10 سنتي وجزء بمقاس 8 سنتي. ابتديت ان أنا احرق الاطراف بتاعته بالولاعة، وبعد كده ابتديت ان انا اطبقه على بعض عشان نعمل مع بعض فيونكة كده لذيذة للدبدوب بتاعنا. تمام. ابتديت كده ان انا احدد شكلها من الوسط، وابتديت الف عليها خيط كده عشان احدد الشكل. وبعد كده هنديها غرزة بالإبرة عشان تمسك نفسها كويس. هجيب الجزء التاني وهبتدي برضو أحرقه بالولاعة، وبعد كده هبتدي إن أنا برضو يعني أطبقه من الوسط كده، وهاخده بالإبرة. يعني هدخل الإبرة فيه أعديها منه بالشكل ده، وبعد كده هبتدي إن أنا يعني أدخلهم في قلب بعض عشان يديني شكل الفيونكة اللي هنشوفها مع بعض دي. حاجات النهارده بسيطة وسهلة لحبيبتي اللي طلبت مني أفكار بالفوم. أنا حبيت إن أنا أستغل طبعا الأزاز البلاستيك اللي بتبقى موجودة عندنا، واستخدمت فيها الفوم برضو بحاجات بسيطة جدا هنقدر نعملها بكل سهولة. أنا هنا دلوقتي يعني خلصت كده وحددت الشكل بتاع الفيونكة، وبقص الأطراف كده بميلة عشان يديني الشكل الجميل ده. وبعد كده هحط فص لولي في الوسط بالشكل اللي احنا هنشوفه. بقى عندي فيونكة، نقدر نعمل الفيونكة دي نستخدمها في أي فكرة احنا عايزينها. هنجيب بقى الدبدوب ونبتدي نقفل الفكرة بتاعتنا. هثبته على يعني جنب غطا الإزازة كده بالظبط. وبعد كده هبتدي اخد الرجل بتاعته اللي احنا عملناها مع بعض. انا طبعا مستخدمة فوم بلزق، بس انا بحب احط عليه شوية من السيليكون عشان يلزق معايا كويس، لان ابو لزق دوت بيفك بكل بساطة. فبحب ان انا اكد عليه. ابتديت ان انا اركب اليد بتاعته برضو بنفس الطريقة كده. بصوا ما شاء الله ابتدى ملامحه او ابتدى الشكل الفكرة يبان معايا. احط بقى تحته كده في الجزء ده عند رقبته كده الفيونكة. بقى معايا فكرة دبدوب لذيذة وتحفة جدا، تقديمة مميزة ومختلفة ان شاء الله تعجبكم. ابتديت بقى عايزين نحط بونبوني، نحط شوكولاتة، بالونة، مثلا القيمة المادية حسب الشخص اللي هنديله التقديمة او توزيعة العيد. هي فكرة لطيفة جدا وكفاية بس شكلها لوحده هدية. يا رب تكون عجبت حضراتكم. اتمنى طبعا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ويلا بينا نشوف مع بعض الفكرة اللي بعد كده. الفكرة عندي اللي بعد كده أنا عندي وردتين، وردة بمقاس 10 سنتي ووردة بمقاس 8 سنتي. خدتها طبعا أنا عاملة لنفسي باترون عشان أمشي عليه. خدتها حطيتها على الفوم وابتديت إن أنا أقصها.
بقى عندي 2 بحجم كبير و2 بحجم صغير. الألوان تحددوها زي ما انتوا عايزين، بس في النجمة الصغيرة أنا عاملة واحدة لون ولون. تمام كده. ابتديت ألزق الوردتين على بعض، الكبيرة على الصغيرة اللي هي أم لون مختلف. جبت عندي قطعة من الفوم بعرض 6 سنتي والطول 15 سنتي. ابتديت احط على الطرف كده شوية من السيليكون وهقفلها بالطريقة دي من على الطرف بس، يعني انا بحط سيليكون على الطرف بس. وبعد كده هبتدي ان انا اقصقصها كده بالمقص شرايط رفيعة جدا، بس مش بوصل للاخر، بسيب الجزء اللي احنا حطينا فيه اللزق ده. بعد كده هبتدي ان انا احط فيها مسحة صغيرة من السيليكون وهبتدي ان انا الفها كده على بعضها. وطبعا وانا بلف بحط مسحة من السيليكون والف وهكذا لحد ما اقفل معايا شكل الوردة اللي انا بعملها دي. تمام. ده فوم باللون الاخضر او اللون الليموني، برضه هو جليتر بس مش باين. التصوير مش بيبين الجليتر معايا لان الجليتر اللي في الفوم جليتر شفاف. جبت عندي هنا كلمة عيد مبارك وقصة بالونات صغيرة جدا. هبتدي اثبت البالونات كده على جنب، وبعد كده هثبت الكلمة. عايزة اقول لكم الافضل ان احنا نثبت الكلمة الاول وبعد كده نثبت البالونات، عشان الكلمة تاخد ايه وضعها في المساحة. جبت عندي جزء صغير من خلة او عود خشب، وبعد كده لفيت عليه شريط من الفوم وثبته بقى معايا بالشكل ده. جبت عندي علبة بلاستيك اللي هي بتاعة الكب كيك دي، وابتديت ان انا اثبتها كده، يعني السيليكون عندي هنا هادي، وابتديت ان انا احط نقط صغيرة وثبتها على وردة الكبيرة. وخدت الوردة الصغيرة التانية ثبتها من فوق. وبعد كده ابتديت اثبت الوردة اللي عملناها مع بعض من الفوم في الوسط. وابتديت بعد كده هثبت الوردة اللي احنا كتبنا عليها كلمة عيد مبارك في النص كده. بقى عندي برضو فكرة تقديمة هايلة جدا وتحفة زي ما احنا شايفين. طبعا جبت كرتون المراية وعندي خرامات الفوم الاشكال اللي هي شكل الورد. عملت كده معايا شوية وابتديت ان انا اظهر شوية شكل الوردة اللي انا لازقاها دي تبان معايا. بقى عندي ما شاء الله بالشكل ده. الفكرة تحفة جدا، نقدر نحط فيها اي حاجة احنا عايزينها حسب امكانياتك وظروفك، تقدري تنفذيها بالطريقة اللي تناسبك. عندي فكرة تحفة بقت ما فيهاش لا شغل كتير ولا وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت استغلينا برضو الحاجات البلاستيك اللي موجودة عندنا. يا رب تكون عجبتكم. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. الفكرة عندي اللي بعد كده انا برضو هستخدم نفس ازازة الحاجة الساقعة الصغنونة دي. خدناها برضو وشيلنا القاعدة بتاعتها ومسحناها كده، واهم حاجة نغسلها كويس مكان اللي بيبقى الحاجة الساقعة اللي فيها. جبت عندي ورقة نتيجة وطبقتها 2 وخليت الناحية المقفولة من ناحيتي، وابتديت اجي كده في نص الورقة ارسم زي ودن. تمام. ودان هنعمل مع بعض شكل ارنوب لذيذ برضو جدا. خلاص كده قصيت الودان بتاعتي بالحجم ده، وقصيت الورقة كمان اصغر شوية وعملت ودان اصغر من الاولى، 2 و2. هنعمل نفس الخطوة اللي عملناها في الفكرة الأولى. برضو جبت قاعدة أو جزء من الفوم حطيت عليه اللي حددت بيه الدايرة بتاعة الإزازة، وبعد كده فتحنا شكل النجمة اللي احنا شفناها دي. وبعد كده هنبتدي ايه ان احنا نثبتها في الإزازة اللي احنا هنعملها. وانا هنا برضو قصيت شريط رفيع من الفوم وهحدده كده في القاعدة بتاعة الإزازة الأول، وانا هنا ما قصيتوش سبته سليم. جبت شريط كمان بالرفيع برضو بس فوم جليتر ولزقته فوقيه. تقدري هنا تنفذيها باللون اللي يناسبك، يعني انا عملتها عشان اللون ده مثلا يناسب الاولاد، تقدري تعمليها الوان تناسب البنات زي ما انت عايزه. تغيري في الالوان بالطريقه اللي انت تفضليها او حسب الشخص اللي هتديله الفكره. قفلت برضو الازازه بتاعتي بنفس الشكل زي ما احنا شفنا كده. جبت عندي بقى الودان وهبتدي اثبتهم كده على بعض. انا عامله الكبيره بالابيض والصغيره باللون اللبني زي ما احنا شايفين. وبعد كده برضو الرجل بتاعته بنفس الشكل، برضو اشكال بيضاوية وبنقصها ونحط فيها نقط كده في النص. هثبت الودان كده جنب بعض، يعني لو لاحظنا انا حاطه الطرف على الطرف. وهثبت برضو الرجل من تحت بنفس الشكل كده. انا هنا بقى هعمل العيون بتاعته او الملامح بتاعته في الوسط على الازازة. جبت جزء من الفوم بمقاس 6 سنتي في 6 سنتي وعملتها، يعني طبقتها زي المروحة كده. وهبتدي كده يعني انا بحب اقرب الفيونكة اللي معمولة من الفوم دي بقطعة من الخيط، بتديني كده شكل حلو للفيونك. وبعد كده حددت جزء صغير من الفوم برضو عشان اغطي بيه الخيط اللي انا لفيت بيه الفيونكة. هثبتها كده مكانها. وبعد كده هبتدي ان انا اثبت العيون قصاها من الفوم، لو عندك عيون جاهزة تقدري تستخدميها. وهنحط كده قلب الانف بتاعته. وجبت عندي كمان كان عندي خيط لونه اسود، عملت بيه الشنب برضو بتاعه. نقدر ان احنا
نقص شرايط رفيعة من الفوم ونركبها برضو بنفس الشكل، وهنحدد برضو العين بشوية من الدهان الأبيض، أو زي ما قلنا أي حاجة متوفرة عندك، قلم أبيض، أي حاجة تقدري إن انت تعملي بيه النقط اللي احنا عملناها دي. بقى ما شاء الله فكرته تحفة وبسيط، وفي نفس الوقت فكرة مميزة. برضو نحط فيها البونبوني، نحط فيها أي حاجة، لعبة للأطفال زي البالونة، ممكن نحط فيها مصاصة برضو، هيخش فيها برضو كل ده. يا رب تعجب حضراتكم. يلا بينا على الفكرة اللي بعد كده. انا المرة دي هستخدم الازازة دي، قصيتها كده جزئين. هبتدي الاول اشتغل على الجزء الاولاني اللي هي قاعدة الازازة. جبت شريط من الفوم برضو هقصه كده بالمقص بشكل مموج، او عن طريق مقص متوفر عندك اللي بيعمل الاشكال في الفوم. ابتديت دلوقتي هقصه بنفس الشكل، هي القصة سهلة وبسيطة جدا. هبتدي دلوقتي برضو اجيب قطعة من الفوم واحدد بيها المقاس بتاعي وهقص. طبعا انا هنا مش هقص المرة دي لان انا بعمل زي بوكس كده شوية. هجيب بقى الشريط اللي انا قصيته دوت، وهبتدي ان انا بحط مسحة صغيرة من السيليكون، وابتدي ان انا الف الشريط بتاعي. عايزة اقول لكم لو انتم مش متوفر عندكم مسدس الشمع تقدروا تستخدموا اللاصق اللي هو اليو اتش يو، اللي احنا عملنا بيه افكار قبل كده مع بعض في رمضان او في شغل رمضان يعني. تقدروا تستخدموه برضه، هوري حضراتكم شكله عامل ازاي. جبت عندي هنا دواير بمقاس 6 سنتي، 3 دواير. عايزة اقص الدايرة دي كده بالمقص، يعني حددت مركز الدايرة في النص كده بنقطة بالقلم. وبعد كده ابتديت ان انا اقصها بشكل عشوائي كده، يعني نحاول بالتقدير واحنا بنقص نخلي المسافات مظبوطة. وابتديت ان انا اقصها على 5 اجزاء. بعد كده هاجي على طريق المقص، الطرف بتاع الوردة هبتدي امشي بدوران عشان يديني شكل ورقة الشجر. انا بقصها بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. بعد كده بقلبها على الاتجاه التاني عشان تبقى على عدلة ايدك بالظبط. ونبتدي نكرر نفس الخطوة برضو، ونقص الطرف كده بتاع ورقة الشجر او ورقة الوردة بميلة، يعني يمشي كده نعمل زي دوران. هتديني شكل الوردة اللي احنا هنشوفها مع بعض دي. سهلة وبسيطة برضو جدا. تمام. بقت معايا بالشكل ده. هكرر التلاتة بنفس الشكل. هجيب بعد كده اول واحدة، عايزة اقفل وردة على بعضها. هبتدي دلوقتي امسك اول ورقة واحط كده في الاطراف بتاعتها سيليكون واضمها على بعض. انا كل مرة بعمل فيها ورقة بضمها بايدي طبعا عشان ما اطولش عليكم، فبحذف كل ده. ببتدي ان انا اضمها لحد ما امسك كل ورقة بنفس الشكل كده. واهم حاجة ان انا ما اسيبهاش الا لما احس انها لزقت وبقت تمام معايا. بعد كده عن طريق المكوى هبتدي ان انا احط الوردة بتاعتي ديت كده في سخونية المكوى واحطها على ايدي، واضغط كده بصباعي في الوسط عشان يديني الشكل اللي احنا شفناه ده. هكرر الخطوة دي في الاتنين بس. وطبعا التانية احنا قفلناها على طول، يعني اول وردة احنا قفلناها مش محتاجة المكوى. بعد كده هبتدي اقص بقى طرف الوردة اللي احنا ضمناها على بعض دي، وهبتدي ان انا اثبتها في اول ورقة عملناها بالشكل ده كده. هاجي بقى في الأطراف بتاعة الوردة هبتدي أحط مسحة صغننة جدا، وأمسك ورقة ورقة وابتدي إن أنا أتنيها بإيدي. عايزاها تلزق من تحت، بس الوردة تكون مفرعة، الورق بتاعها يكون مفتح كده معايا. والتانية برضو هلزقها في النص، بس مش هلزقها من الورق من أي أطراف. بقت معايا الوردة دي. هاخدها، هبتدي إن أنا أثبتها على الإزازة بتاعتي من فوق. بعد كده هبتدي اجيب شرايط من الفوم رفيعة من نفس برضو نفس لون الفوم، وهلفها على الاماكن المحددة كده في الازازة. عندي برضو وردات قصاها من الفوم، عندنا فصوص استراس، سلولي، اي حاجة نقدر نزين بيه بالطريقة اللي احنا عايزينها. كررت نفس الخطوة في طرف الازازة من تحت. بقت معايا بالشكل ده. بعد كده طبعا بقى عندي بوكس لذيذ اقدر احط فيه اي حاجة انا عايزاها. انا هنا عشان احط فيه مثلا حاجه كده بالحجم ده وعارفه انها مش هتقع، فعامله لها زي بوكس بغطا. لو احنا هنحط فيه حاجات صغنونه نقدر نعمل نفس الفكره دي، او القاعده نلزقها زي ما عملناها في الافكار اللي فاتت. بقت معايا ما شاء الله دي الشكل النهائي للفكره، برضو يعتبر من لا شيء. يا رب تكون عجبت حضراتكم. يلا بينا على الفكره اللي بعد كده والاخيره. الفكرة عندي اللي بعد كده نفس الإزازة بالظبط، أنا خدت بقى الجزء الأولاني، بس أنا هنا بستخدم مع حضراتكم اللاصق اليو اتش يو للناس اللي هي ما عندهاش مسدس شمع وحابة تعمل أفكار بس مش متوفر عندها. فهتجيب اللاصق ده من المكتبة وتقدر تنفذ بيه الفكرة.
كل اللي أنا هاعمله في فكرتي بقى دي ما فيهاش أي حاجة، لزقت كده القاعدة وابتديت إن أنا أقص شرايط من الفوم ألفها حوالين برضو الأجزاء بتاعة الإزازة عشان تديني بس منظر. وبعد كده ابتديت كمان أغطي الحلقة اللي هي بتبقى حوالين رقبة الإزازة دي، وهغلف برضو الغطا بنفس الشكل. تمام كده. وقفلت كل حاجة باينة في الإزازة معايا، أنا عايزة يبين لي بس الجزء الشفاف. عندي 3 بالونات هابتدي ألزق الاتنين على بعض والتالتة فوقيهم كده، يعني أنا باعمل إيه زي بالونات طايرة. تمام. بقيت معايا بالشكل ده، وبقى عايزة أقول لكم اللاستيك ده حلو جدا وبيمسك الحاجة زي الفل. هجيب عندي هنا دلوقتي جزء برضو من العود الخشب ولفيت عليه كده شريط من الفوم، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل له زي قاعدة. جبت شريط تاني ولفيته حوالين طرف العود الخشب، عايزة اعمل قاعدة للعود ده، وهلزق البالونات بتاعتي في الطرف التاني من العود. تمام. وعندي هنا برضو هثبته في الغطا، يعني يا دوبك بس انا بمسكه شوية صغيرين لحد ما يمسك معايا. هنا بقى انا هحط البونبوني اللي هو بيتباع بالكيلو دوت، الشوكولاتات والحاجات دي برضو لذيذة. الحاجات دي كلها بسيطة صدقوني وسهلة وفي نفس الوقت تفرح الأطفال. بس دي كده يعتبر فكرتي ودي أفكاري للنهاردة، يا رب تكون عجبت حضراتكم. أتمنى ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. شكرا ليكم والسلام عليكم.